ورجعنا تاني لفقرتنا التانية من آدم وحواء، والفقرة التانية بنتكلم على الحدث الأعظم الأكبر الأشهر مش في مصر بس، في كل العالم. افتتاح المتحف المصري الكبير بعد فترة طويلة جدا من التجهيزات. بنتكلم على أكبر عدد من القطع الأثرية على مستوى العالم، أكتر من 100,000 قطعة أثرية تحت سقف واحد. بنتكلم على المجموعة الكاملة للفرعون الأعظم والأشهر في العالم كله، توت عنخ آمون. بنتكلم على مش متحف كبير فقط ولا بس، ده احنا بنتكلم على مناطق لوجستية كثيرة جدا حوالين المتحف الكبير لخدمة السائحين. بنتكلم على اتصال ورؤية مباشرة للأهرامات. حقيقي كلنا كمصريين كنا حاسين بالفخر في وجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة حرمه، في وجود عدد كبير من قيادات العالم. بنتكلم على مشاركة لأكثر من 80 دولة. هنتكلم أكتر على المتحف الكبير وهذا الحدث الأثري الهام مع ضيفتي في هذه الفقرة الثانية الأستاذة ولاء نصر، منورانا. نور حضرتك. الباحثة الأثرية. أستاذة ولاء، خلينا نتكلم، هل فعلا احنا كمصريين لما نقعد نمجد ونقول هذا هو الحدث الأعظم والأكبر والأشهر هل دي حقيقة فعلا، ولا احنا يعني زي ما بيقولوا كده الفرحة واخدانا يعني؟ لا طبعا ده حقيقة، كفاية ان اثارنا بتاعتنا وحضارتنا مش واخدينها من حد تاني. لما بتيجي تدخل المتحف عندك المسلة بتاعت رمسيس الثاني، وبتدخل في المتحف من جوه بيستقبلك رمسيس الثاني بنفسه، والسياح بتتبسط وتتصور معاه. حاجة يعني في قمة الجمال. ده غير طبعا اللي يميز المتحف انه فيه مجموعة كاملة لتوت عنخ آمون. طيب خليني الاول، انا نسيت اقول حاجه مهمه. ايه اللبس الجميل ده؟ انت كنت انت كنت مشاركه في الاحتفال، ولا جبت اللبس ده منين، ولا ايه اللي يعني ولا عشان جايه الفقره الثانيه وبنتكلم على المتحف الكبير النهارده يعني؟ لا انا في عادتي بحب ان انا البس الازياء في كل مكان بحب اروحه، يعني بلبس الصعيدي والفلاحي والسيناوي. يعني انت خارجه في الشارع بالشكل ده؟ ماشيه كده اهو، الناس قاعده تبص بس من غير دي طب الحمد لله خدت دي بس يعني تمام. يعني احنا من حقنا كمصريين نفتخر بهذا المتحف طبعا. خلينا اتكلم كباحثه يعني اثريه. احنا بنتكلم على عدد كبير جدا من القطع الاثريه حوالين زي ما بيقولوا كده سقف واحد. ولما اقعد كده بدماغي اقول 100,000 قطعه اثريه، يعني لو كل قطعه اثريه خدت فيها دقيقه واحده ده عايز وقت طويل جدا. ايوه. وهنا عايز اتكلم على مساله المرشدين، لان في تطور كبير في المساله. التعريف بالقطع الاثريه، مراحل التاريخيه، لان بيتكلموا ان في يعني زي ما تقولي اوض بالظبط بالمعنى الاثري. يعني ازاي ممكن وانا بلف هذا المتحف اكتسب معرفة من كل قطعة اثرية؟ تاريخها ايه، راحت فين، جت منين، الحدث اللي صاحب هذه القطعة يعني؟ مبدئيا اللي بيدخل المتحف هو في تسلسل زمني بالاحداث التاريخيه اللي حصلت. وهو طالع الدرج العظيم بيقابله تماثيل كتيره، وبيبدا المرشد معاه بيشرح له واحده واحده. مش كل القطع هتتشرح، في قطع ممكن ان انت تتجاوز عنها. المتحف كمان بيميز لك ان انت لو مصري ومش معاك حد يشرح لك، في هناك ان انت تقدر تاخد تور جايد يطلع معاك، وهم الصراحه هناك ناس على اعلى مستوى جدا وشرح ممتاز. بتطلع فوق القاعات في ال 12 قاعه بعد ما بتخلص الدرج العظيم، بتقابل الاهرامات، بتكون في اخر الدرج، وبتدخل على ايدك الشمال بتلاقي ال 12 قاعه اللي معروضين، ودول بيتقسموا 12 قاعه اللي ولا 12 اوضه؟ 12 قاعه. هم ال 12 قاعه ليهم ترتيب معين، اللي هو المجتمع، الحياه اليوميه والحياه الدينيه، وبتفضل ماشي بالترتيب. في خريطه محطوطه في الاول لمسار الزياره. وبعد كده بعد ما بتخلصهم في قاعه توت عنخ امون، دي عاملين لها لوحدها 7 قاعات لوحدها عشان مقتنياته كتيره.
طبعا. وبرضه هو ده الفرعون الاشهر طبعا والاعظم. طبعا، لان المقبره بتاعته اولا اكتشفت كامله، مليانه الذهب. وكمان ازاي فرعون صغير، يعني ملك صغير، حكم من هو عنده 9 سنين وتوفى وهو عنده 19 سنه، بقى ليه كل الضجه دي والاسم المميز ده بين اكتر من كذا ملك يعني حكموا مصر. تمام. هتكلم برضو على جزئية رسوم دخول المتحف. وبصراحة النهاردة كان في خبر أسعدني شخصيا، إن الطلبة يعني معفيين من رسوم دخول المتحف حقيقي. الكبير. تأثير ده وأهمية إن أطفالنا وولادنا الصغيرين يبقى عندهم رؤية. يعني أنا فاكر أول مرة، تخيلوا لو قلت لكم الخبر ده يعني، بس دي حقيقة ما تزعلوش يعني. أنا رحت الهرم مرة واحدة بس، بفوت عليه كتير طبعا يعني، بروح أركب خيل الصبح في أيام كده وبتاع، لكن أنا رحت مرة واحدة بس كزيارة يعني. لكن مأثرة فيا جدا من وأنا كنت تقريبا في 6 ابتدائي حاجة كده يعني. مسألة إن يبقى تسهيل دخول ولادنا للمتاحف الأثرية، وإن يتفرجوا على تاريخ أجدادهم، ويبقى عنده دايما العظمة بالتاريخ، وإنه مصري، ومش عايز بقى أتكلم فرعوني ومش لكن إنه مصري، وإن كل دول أجداده، وإنه ينتمي إلى هذه الأرض الطيبة. ده حقيقي. المتحف الأسعار فيه متهاودة جدا. بالنسبة للطالب، الطالب لو هو مش تخصص تاريخ أو آثار أو إرشاد، فهو بيدفع 100 جنيه. والنهاردة الصراحة كان في إقبال كبير جدا على المتحف، من أكتر شفتهم مصريين أكتر من الأجانب. أنا كنت بروح في الافتتاح التجريبي وما كانش فيه العدد ده كله، لا النهارده ما شاء الله المتحف مليان مصريين كتير، كلهم مبسوطين. وانا وماشيه بالزي ده اصلا في المتحف، ناس بدات تتصور مبسوطين، اللي هو فرعونه جت بقى وظهرت. جميل. فهم منتمين للحضاره المصريه. وكمان المتحف عامل لهم متحف طفل خاص بيهم للاطفال. جميل. بس ما ينفعش حد اولياء الامور يدخل. هو الاطفال بس من سن 4 سنين لحد 10 سنوات تقريبا بيدخلوا يتعلموا ازاي مثلا الحفاير، ازاي الهرم بيتبني، ويحكوا لهم القصص عن طريق حكايه، مش طريقه غير مباشره يعني. بالظبط، اللي هو يستمتع بيها ويرسخ ويعزز من جواه الهويه المصريه. يمكن من الارقام الجميله اللي يعني قال عليها مخرجنا النهارده الجميل في برنامج ادم وحواء الاستاذ فريد، اللي قلت عليه مروان بس هو فريد يعني، فريد من نوعه يعني، ان النهارده او 18,000 زائر للمتحف، ومشهد غير طبيعي الاعداد الكبيره دي في اول يوم افتتاح للجمهور. رغم الرسوم اللي انا يعني ممكن ابقى معترض انها كتيره او قليله، خاصه علينا كمصريين يعني. ولكن الرقم الكبير ده، هل كان متوقع وانت قلت دلوقتي ان اغلبهم مصريين، هل كان متوقع الرقم الكبير ده؟ خاصة حتى النهارده ابني فؤاد بيقول لي انا عايز اروح المتحف ده واتفرج عليه، فده حاجة تسعدنا. طبعا انا عشان اقطع التيكت قاعده بتاع نص ساعه علشان اقطع التيكت، وفي بتاع 3-4 شبابيك دول للمصريين بس، هم اللي واقفين، وطوابير كتيره جدا، والمتحف مليان لدرجه ان الدرج العظيم انت مش عارف تمشي عليه من ان هم موجودين. فحقيقي هي حاجه تشرف. وانا صراحه ما كنتش اتخيل ده، ان هو اسره مثلا لو بتتكون من 4 افراد هيدفعوا مبلغ ما ان هم يشوفوا حضارتهم. عندهم استعداد يعملوا كده ويروحوا ويشوفوا الحضاره بتاعتهم. نتمنى برضو طالما كده في جزئيه خاصه بمساله الاعداد الكتيره، ان يبقى في اونلاين، حجز اونلاين ودفع رسوم يبقى تبقى اسهل للناس اكتر يعني. وانا بتكلم على المتحف الكبير، اتكلم وانا يعني زرته ايام الافتتاح التجريبي يعني، كان مهم جدا وجود خدمات لوجستيه للزائرين، اللي عايز يروح مطعم، اللي عايز يشرب حاجه، لان هي رحله في التاريخ يعني. تروح رحله كده تاخد لك يوم كامل يعني. مسائل اللوجستيات اللي موجوده حوالين المتحف واهميتها في تسهيل الزيارة لهذا الصرح الأثري الكبير. السائح وهو داخل المتحف داخل اصلا مبهور بالحضاره المصريه، وهو ماشي مش هيحتاج يطلع بره عشان يجيب مثلا ميه او حاجه. ودلوقتي المتحف خصص زي احواض كده يملوا منها ميه ساقعه بطريقه شيك جدا.
فالمكان كمان هناك كلها اغلبها يعني براندات مصريه، فكلها حاجه تدعو للفخر وجميله ونظيفه جدا. في مسألة الآثار أنا يعني ليا رأي دايما أقول فيه، ده مهم جدا يعني. أولا هم مش رأي، هم رأيي. الرأي الأولاني إن إحنا ملف السياحة في مصر ملف للأسف يعني في حاجة إلى تفعيل أكتر. لما نشوف اللي حوالينا ودخل السياحة قد إيه، مش عايز أذكر أسماء دول، هي أصلا مش حاجة يعني. ولكن احنا كمصريين عندنا تلت اثار العالم، عندنا سياحة شاطئية، عندنا سياحة خاصة بالعائلة المقدسة، مسار العائلة المقدسة، عندنا سياحة خاصة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، القاهرة القديمة، الفاطمية. لا لا لا، عندنا تنوع في السياحة. عايز اتكلم دايما اقول ان الاثر موجود، ولكن المهم المنطقة المحيطة بالاثر ان تبقى سهلة في الدخول والخروج في التعامل. يمكن الدولة المصرية كانت عينيها على المسألة دي. عندنا مطار سفنكس للسائحين، سهولة الوصول للمتحف الكبير عن طريق مصر اسكندرية الصحراوي، ثم الدخول على طريق الواحات. مسألة البيئة المحيطة بالمتحف الكبير وتسهيل دخول وخروج الناس. الحقيقة ان هم اصلا لسه بيفتتحوا محطة اسمها محطة المتحف الكبير، كلها ان شاء الله كام شهر وتتفتح. وبتوصل، وفي كوبري بيوصل بين الهرم والمتحف، لانه يعتبر طبعا لانه المتحف يعتبر الهرم الرابع، نقول في حضانة الاهرامات بالظبط. فهم بدأوا فعلا ان هم يسهلوا، والمواصلات حقيقي مش صعبة جدا يعني. المنطقة هناك بقت تفرح قوي جدا، والترتيبات والنظام، لا كلها حاجات تحفة جدا. خليني كباحثة سياسية برضو، عفوا كباحثة اثرية، عايز اقول كمان ان في هناك كمان غرف خاصة بالترميم، ودي مسألة مهمة جدا. وطبعا من هنا يعني كل التحية والتقدير والإعزاز للأثريين المصريين المرممين اللي طول الوقت عينيهم على الأثر وإزاي نحافظ عليه. في غرف هناك للمرممين، هل بيتم زيارة هذه الغرف؟ الحقيقة لا طبعا، دي حاجة بتبقى متخصصة بالآثار، ومنها اللي اتعمل فيها ترمم مراكب الشمس بتاعة خوفو الأولى، وفي مركب شمس تانية بيتم ترميمها الآن أو الانتهاء منها بإذن الله. فدي كانت حاجة كبيرة جدا، واتعرض موجودة من 2021 واحنا دلوقتي داخلين على 2026، واتعرضت وشكل ممتع جدا. دي المركب الأولى الثانية لسه فيها ترميم، شغالين عليها طيب برضه عايز اتكلم على يعني هذا الاحتفال الكبير. انت شفت الاحتفال ده ازاي؟ انا كنت في بره وبس فضلت اتابعه من على منصه تيك توك، كانوا مشاركين فيها، ولما روحت كملته بقى على التلفزيون. طب ده كان من على بعد، لكن لما رحت المتحف وزرتيه ايه اللي شد انتباهك اكتر؟ مراكب الشمس وقاع التوت، لان انا ما كنتش شفتهم، لان انا رحت المتحف اكتر من مره قبل الافتتاح. فكل الحاجات دي انا شفتها وعارفاها ورحتها اكتر من مره، لكن قاع التوت ان هي تترتب بالطريقه دي، ولان انا شفت قاع التوت وهي في المتحف المصري اللي في التحرير لما قبل ما يتنقل شفتها، وشفت طريقه عرضها، واما راحت هناك بقت طريقه عرض تحفه. توت عنخ امون واخد له قاعه لوحدها، القناع بس بتاعه، والناس واقفه حواليه كتير، قناع ذهبي كله. الناس واقفه كلها عماله تصوره ومنبهره بيه. فحقيقي لا، حاجه تفرح جدا وتشد الانتباه. يعني هم ممكن يكونوا سايبين قطع توت بس ما عدا الكرسي العرش بتاعه والسرير الذهبي والمومياء وقلنا القناع. بنتكلم على المتحف المصري الكبير وفترات زمنيه من الحضارات، مش الفرعونيه بس. بنتكلم على الرومانيه والروماني. ايه الاثار الرومانيه اللي موجوده هناك في المتحف الكبير؟ في عندنا العمود البطلمي جنب تمثال رمسيس الثاني، وتمثالين بطلميين بين هو وزوجته، وفي تمثال مش متذكره قوي دلوقتي التماثيل الفرعونيه. لكن هو مش العصر الفرعوني فقط يعني اللي موجود في المتحف. لا، هو اغلبه العصر الفرعوني. لا أكيد. بس بالعكس، ده في قاعتين في اخر
المتحف معموله لليوناني والروماني، اسكندر والتماثيل بتاعتهم. ايه اكتر حاجه يعني تحس ان الناس مبهوره بيها اكتر غير توت عنخ امون؟ لان ده لوحده في حته هم تانية. كفايه بس ان هم يدخلوا يشوفوا تمثال رمسيس الثاني والمسله اللي في المدخل ده. اللي في المدخل، حاجه كده يعني 83 طن واقف و12 متر واقف. ازاي ان هم يقدروا يوقفوه ويحطوه في المكان ده والناس تنبهر بيه بعد ما كان محطوط في محطه مصر الاول واتنقل زمان محطه رمسيس بالظبط اللي اتسمت على اسمه. عليه نافوره وبتاع بقى، الجيل القديم اللي عارف الموضوع ده. عملوا تحتها ميه، يعني لو رحت هناك بتشوف التمثال في ميه حواليها والناس راحت مبسوطه جدا بيه. برضو انا بتكلم على المتحف الكبير، خلينا اقول ان كل متاحف العالم حتى متحف اللوفر اللي هو يعني في فرنسا تلك اثاره مسروقه مننا يعني. طبعا. هو احنا الاثار دي مش هنجيبها؟ مفيش حاجه امل ان احنا نجيب الحاجات دي؟ لا طبعا. او على الاقل يعني انا سامع ان حجر رشيد اللي زاهي موجود في المتحف البريطاني ده حاجاتنا كلها يعني. احنا حاليا في مؤسسه دكتور زاهي بنجمع توقيعات لاسترجاع راس الملكه نفرتيتي واسترجاع حجر رشيد من بره. على العموم رسالة كده سريعة يعني وانا بختم الحلقة لكل اسرة مصرية عايزة تروح المتحف الكبير. مش عايز اقول الوقت المناسب ايه، لان طبعا الوقت المناسب هو هيبقى وقت الاسرة اللي تحدده يعني، ولكن لان الاثار المعروضة كتيرة جدا. قولي لي يعني يروحوا فين الاول لو هم بقى يعني عايزين يروحوا في يوم يقضوا فيه رحلة في المتحف الكبير اللي فيه 100,000 قطعة أثرية، يدخلوا فين الأول؟ يتفرجوا على إيه الأول؟ هم ماشيين لو هياخدوا معاهم جست او من غير جست بيشوفوا المسله وبيشوفوا تمثال رمسيس الثاني. بعد كده في سلم كهربائي بيطلع بيهم لحد الدرج العظيم، ممكن ما يقفوش ويتفرجوا وهم طالعين على السلم بس نظر. ولما بيوصلوا فوق بيشوفوا كمان الاهرامات، بعد كده يقدروا يدخلوا على ال 12 قاعه، بتبقى نظره سريعه وفي كمان شاشات تفاعليه ان هم يقدروا يبصوا عليها. هل في بقى طريق دلوقتي ما بين المتحف والاهرامات؟ هو انا عارف ان في كوبري هيتعمل. لسه ما اتعملش، لسه ما كملش او ما اتفتحش. تمام. برضو وانا بتكلم مع المتحف الكبير، خلينا اقول احنا يعني كمصريين معتزين بتراثنا وبتاريخنا، ارشادات بقى للناس اللي مش عايز اقول متطفله، اللي تبقى عايزه تلمس حاجه لا مش عارف ايه، انت فاهمه الجو ده يعني؟ الحقيقه ولا مسموح بالتصوير طبعا؟ بس من غير فلاش لان ده بيضر الاثر. فانت تصور عادي بس في اضاءه في قلب المتحف عادي ممكن هي الاضاءه اصلا يعني جمال المتحف المصري الكبير ان هو الاضاءه متسلطه على كل قطعه بطريقه كويسه ومتوزعه كويس، فانت مش محتاج ان انت تسلط عليها ضوء زياده. فانت مش محتاج تلمس اثر لان دي حاجه بتاعتك، فانت لازم تحافظ عليها اكتر من اي حد تاني. هل في سلبيات خلينا اقول سريعا شفتيها في 18,000 وده عدد كبير جدا وعدد مفرح يعني، لان يعني في اول يوم زيارة يعني، هل في سلبيات معينة شفتيها ممكن نتغاضى عنها نخلي بالنا شوية؟ هي مش هتبقى سلبيات قوي، بس على قد ما المصريين بيحبوا زي يوجبوا مع الضيف زياده عن اللزوم، بيشوفوا الاجانب محتاجين يتصوروا معاهم، فممكن ده يكون بيضايق الاجانب شويه. العدد الكبير ان انت تقف على تذاكر تقف، يعني انا اقف بنص ساعه عشان اقطع تيكت وبدخل المتحف، فده وقت كبير جدا. بس هي في الاول في الاخر حاجه فرحتني لان انا شفت المتحف وهو ما فيهوش حد، وشفته وهو مليان بالناس كتير وخاصه المصريين. يعني بنتمنى يا رب لبلدنا دايما التقدم والازدهار، مش في مجال السياحة فقط، في مجال التعليم وفي مجال الصحة وفي مجال السياسة ومجال كل المجالات يعني. واحنا الحمد لله يعني كما يقال كده بنمشي بخطى ثابتة في كل مناحي الحياة تحت يعني قيادة رشيدة يعني. والمتحف الكبير زي ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو هدية مصر للعالم، ومصر هي يعني كانت موجودة كما يقال قبل ما العالم يبقى موجود. تحية لكل يد يعني كانت مساهمة بشكل او باخر في هذا الصرح الكبير اللي خد وقت
كبير عشان يطلع بهذا المشهد اللي يسعدنا كلنا كمصريين. في نهاية هذه الفقرة الثانية من آدم وحواء، وتوجه بالشكر لضيفتي الأستاذة ولاء ناصر، نورتينا الباحثة الأثرية، شكرا جزيلا. والشكر لكل السادة المشاهدين على حسن المتابعة. خدوا عيالكم ولفهم ويشوفوا آثار مصر الجميلة من أول الأقصر وأسوان لحد أهرامات الجيزة، للمتحف المصري الكبير، للمتحف المصري. مصر بلدنا بلد جميلة. غدا فريق عمل جديد وآدم وحواء. ألقاكم دائما على خير. إلى اللقاء.